السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. مبدئيا أنا بعتذر إن أنا لظروف شخصية الفترة اللي فاتت معرفتش أطلع بحلقة. في نفس الوقت كده كده ما كانش فيه كلام كتير قوي نتكلم فيه يعني على مدار الفترة اللي فاتت. بصراحة أنا كنت شايف برضه إن أنا عادي، أنا ممكن أستنى فترة كمان ما أطلعش بحلقة، لأن بصراحة فعلا مفيش أخبار جديدة. كل حاجة دلوقتي معلقة متوقفة على المباريات الجاية، وطبعا قرار دلوقتي المحكمة الرياضية الدولية بعد لجوء بيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية. أول حاجة حابب أعلق عليها من اللي حصل الفترة اللي فاتت وهو فوز الزمالك. طبعا يعني كده كده اللي كان مستني تعثر الزمالك مش فاهم وجهة النظر بصراحة، لأن كده كده الزمالك كسب خسر اتعادل، كده كده الزمالك مخرج نفسه من المنافسة بقاله فترة، فكده كده ما يفرقناش احنا كأهلاوية في أي حاجة خالص. ففوز الزمالك انا ما شفتش الماتش بصراحه عشان ابقى صريح معاكم، مش هتكلم بقى على حاجات لقطات تحكيميه، لقيت بقى ناس كتير قوي بتتكلم على القصص دي على السوشيال ميديا يعني. فانا مش هتكلم عن النقط دي خالص، لان كده كده خلاص الموضوع لا يعنينا تماما، واحنا مش لازم يعني نتدخل في كل حاجه بشكل عام يعني. تمام. ولو انت شايف ان حصل اخطاء تحكيميه، تمام، فمن ضمن الحاجات اللي انا هتكلم عليها على الحلقه النهارده هو ازمه مباراه القمه اللي اتقال ساعتها ان حتى لو احنا هيتخصم لنا يبقى الاهلي ضحى بنفسه لاجل اصلاح المنظومه التحكيميه واصلاح منظومه كره القدم في مصر. فهرجع اتكلم عن النقطه دي، لان بصراحه يا جماعه بقى يعني انا بصراحه ما بقاش في خلق تاني اقعد افهمكم واشرح لكم. الناس اللي بتتضايق طبعا، الناس المحترمه اللي بتتفرج وفاهمه الكلام اللي انا بقوله على عيني وعلى راسي. الناس اللي لسه متمسكه براي وجهه نظر غبيه، انا بصراحه مش عارف يعني انت يتشرح لك الطريقه او يتشرح لك باسلوب عامل ازاي عشان بس تسمع حتى، وبعدين تقول وجهه نظرك لما تفهم وجهه نظر الاخرى. هنروح سريعا ل... للهجاص والمداخلة التليفونية اللي كانت مع أحد أعضاء رابطة الأندية. لو أنا مش غلطان يعني، أنا مش هذكر الأسامي بس أنتوا أكيد فاهمين أنا بتكلم عن مين. أنا مش هعلق تماما على الكلام اللي هو قاله، لأن بصوا يا جماعة في حاجات كده وأنا كنت اتكلمت عليها في حلقات قبل كده. في اسلوب في النقاش بتاعي ان انا دايما بلاحق ودايما بزعق وبقول لا 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 انت مش فاهم حاجه، ده هو كده هي كده، انت بس مش فاهم الموضوع ده، انا متاكد يا والشخص اللي انا بتكلم عليه ده هو اللي قدامي. يعني انا ما عنديش دليل على اللي قدامي، تمام، على ان اللي قدامي ده عمل حاجه غلط، بس انا عمال اقول له انت غلطان وانا فاهم اكتر منك وعارف انك ما عملتش كده او عملت كده. فاللي قدامي يقول لي يا ابني انت بتتكلم بناء على ايه؟ ما تسالني وانا هرد عليك، ولو عندك دليل طلعه. فاسلوب الملاحقه على طول في طول المكالمه، وان هو عايز على طول هو اللي بيبقى بيرد ويقول لا ده انا اللي بقوله صح على فكره، فين وحصل فين وطلع وريني ومش عارفه ايه. ده اسلوب حصل قبل كده وشفناه قبل كده. انا ما بتكلمش ان هم كلهم بيبقوا من كوادر نادي الزمالك او من شخصيات بتتكلم عشان دفاعا عن نادي الزمالك ولا عن بيراميدز، لان ده ممكن يحصل برضو من ناس من عندنا احنا، بس شفناها قبل كده صريحه ساعه احمد عفيفي وكابتن سيد عبد الحفيظ، وبعد كده لقاء ميدو مع الباشمهندس عادل القيعي. اللقاء ميدو بتاع الباشمهندس عادل القيعي كان من اكتر اللقاءات اللي تعصب الواحد من فكره ان مفيش اداب حديث ب4 جنيه طول اللقاء. وهنا في كل الحالات دي بصراحه يعني الشخص الاكتر اللي يعاب عليه هو الشخص مقدم البرنامج، لان هو المفروض ده اللي بيقود دفه الحوار. احنا مش قاعدين بنتناقش على قهوه، فزي ما الشخص هيتكلم فالتاني لازم يرد. لكن مبدا ان انا لاحق على طول، واصل الهجاص يقول له في الحلقه اصل انا مش هلحق افتكر فانا عايز ارد اول باول، ما تكتب. انت استاذ ومحترم كده طالع يعني تقعد في برنامج عشان تعمل مناقشه. يعني ايه اصل انا هنسى؟ مش قد انك تطلع في لقاءات وتعمل كده، ما تطلعش اقعد في البيت اتفرج زيك زي الجماهير وخلاص بقى. لكن ما تقولش اصل انا هقطعك وهضايقك كل 3 ثواني عشان ما اصل انا بنسى يا باشا، فانت عايزني افضل حافظ يعني الكلام ده كله؟ فتاني وبغض النظر يعني ان مقدم البرنامج ده تحديدا اللي هو بتاع الهجاص اللي اتكلم فيه، وعلى فكره يا جماعه ما حدش اتضايق، هو كان بيقول عن نفسه هجاص، فارب بس ايه ما حدش اتضايق له قوي كده. فمقدم البرنامج واحنا عارفين كويس قوي ان دي مش اول مره خالص ان هو يبقى مبسوط قوي وفي حد هو اللي بيقاطع، مع انه يعني حاول يسكته كذا مره، بس هو يعني بيبقى مبسوط قوي من جواه ان حد بيقاطع طالما حاجه ضد النادي الاهلي. ده لو يعني ما كانش هو شخصيا اللي بيقول كلام ضد النادي الاهلي. فخلاص بقى ايه يعني علقت على الموضوع ده وكفايه كلام كده فيه. قصه ازمه القمه، وبصراحه يا جماعه الموضوع ده بقى بيعصب جدا، لان انا شايف بقى بجد ان في سوشيال ميديا النادي الاهلي، انا بتكلم هنا عن الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا النادي الاهلي مش الجماهير بشكل عام.
ناس معينه من اللي هم زي ما قلت عليهم قبل كده اعلام النادي الاهلي، حتى لو مش بتاع القناه، الاعلام اللي بيتكلم على لسان النادي الاهلي دايما. بقينا بقى واخدين طريق جديد تاني انا بصراحه مش فاهمه. انا رايي في موضوع ازمه القمه خلصان من زمان خلاص. انا قلت الحاله الوحيده اللي انا هعتذر فيها ان انا هاجمت هو ان الماتش اتعاد. طلع بقى دلوقتي الكلام ان احنا بنحتفل ان احنا اتخصم مننا 3 نقط مش 6، وان الاهلي البطل هو الوحيد اللي قرا البند ده فكان عارف انه هيتخصم له 3. هو مش الكلام كان اصلا الاهلي بيعمل كده عشان المباراه تتعاد اساسا؟ الاهلي ما بيدورش على 3 ولا 6. فانتوا دلوقتي بتحتفلوا وبتقولوا ده احنا حرقناهم ومولعين هم دلوقتي على 3 و6 ليه؟ ده اصلا ما كانش ده مش النقاش اساسا يا جماعه. انتوا كنتوا بتكلموا الجماهير وبتسكتوهم وعاملين تقولوا لهم وقفوا في ظهر الاداره عشان المباراه هتتعاد، مش ان احنا هيتخصم مننا 3 مش 6. فاحنا ليه دلوقتي بنحتفل مع الجماهير بان احنا اتخصم مننا 3؟ انا هنا ما بتكلمش مع مجلس اداره النادي الاهلي لان انا ما زلت بقول الكلمه دي. مجلس اداره النادي الاهلي لحد دلوقتي ما صرحش الجماهير باي حاجه. فانا بتكلم على الناس اللي بتتكلم على ازمه مباراه القمه واحتفالاتهم الغريبه ان احنا بيتخصم مننا 3 بس، غير بقى اعتراضهم على بيراميدز ان هو لاجئ. يعني لسه هاجي للقصه دي عشان انا يعني انا بجد مش فاهم يعني عدم المهنيه ده هيستمر لحد فين. يا جماعه حبنا للنادي الاهلي مش معناه ان انت كشخص، لو انا قلت قبل كده دي مش مهنتي، لكن في ناس دي مهنتهم. فحضرتك طالما اتخذت من موضوع معين مهنه فلازم انت تبقى محترم في المهنه دي. انا مش بقول ان انتوا مش محترمين، انا قصدي محترم يعني مش هقول حيادي برضو، بس على الاقل يعني ما تبقاش بوشين صريحه كده. انتوا طلعتوا قلتوا الماتش هيتعاد واصبروا، واللي بيهاجم ده مش فاهم حاجه وحمار وعبيط والكلام ده كله. انا اسف يعني لو بلاش يعني كلام، بس يعني قلتوا كده على كل الناس ان هم ما بيفهموش يعني من الاخر. فدلوقتي بقى الكلام لا اصل احنا اهو ده النادي الاهلي الوحيد اللي قرا اللائحه واهو بيتخصم مننا 3، وبنتكلم بقى ان ما تخافوش القرار هيتاكد ب3. هاجي لقصه لسه اصل القرار ممكن يطلع بالاعاده، هاجي لها كده لان انا عارف ان القرار لسه ما فيش حاجه نهائيه لحد ما المحكمه الرياضيه الدوليه تعلن قرارها النهائي. اللي هيدخلني بقى في قصه بيراميدز وعلاقته بموضوع ازمه مباراه القمه قصه تعادل بيراميدز مع ميلودي سان داونز في بريتوريا. تمام. بيراميدز اتعادل في الدقائق الاخيره. على فكره ماتش الاهلي وسان داونز هناك برضو في بريتوريا احنا كان عندنا اكتر من فرصه نخلص المباراه هناك، وده انا قلته في تعليق على الماتش الاهلي وسان داونز في بريتوريا. لكن ده مش معناه انا ما برجعش في كلامي اقول ان احنا اللي عملناه كان وحش، لان انا شفت ده على بقى السوشيال ميديا والناس طالعه بقى بتهاجم في كولر تاني اللي كانوا قالوا ساعتها ان هم لا ده انت كان كويس. طالعين دلوقتي بقى يقولوا لا ده انت شفت ضيعت اصلا ماتش. هو ضيع اصلا ماتش العوده بان هو عك في ماتش العوده، لكن ماتش الذهاب انا مش هرجع كلامي فيه واقول ان هو كان وحش لان هو ما كانش وحش. وهنا دي بقى قصدي بكلمه مهنيه، لما تقول كلام تخليك قده للاخر ما تغيروش بقى على حسب الهوا. طيب فايه علاقه بقى القصه اللي انا بقولها دي على قصه مباراه القمه؟ ان انا بقالي يومين 3 مثلا شايف ان نفس الناس برضو بتتكلم على، انا ما بذكرش اسماء وقلت قبل كده القصه دي لما احب اذكر حد معين هذكره، بس انا بتكلم بشكل عام دلوقتي. تمام. مش خوفا، وانا قلت الكلام ده قبل كده. بيتكلموا على ان انت ليه عايزني اشجع بيراميدز في النهائي؟ ده فريق بيحاول يوقعني بكل الطرق الممكنه ورايح ضدي في المحكمه الرياضيه الدوليه، واخد الزمالك مأنججين بعض ورايحين، فانت ازاي عايزني انا ابقى بسنده ومش بسنده؟ ولا طبعا ما يتاجلوش المباراه اصل ده عكس، ده هيخليني انا ما اعرفش ايد زيزو مش عارف ايه وبتاع. طيب مبدئيا بس عشان ايه نرتب الكلام ده، رقم واحد ما حدش طلب خالص ولا حتى من جماهير النادي الاهلي ولا نقدر نطلب ده ان انت تمشي البيراميدز حاجه تبقى ضد مصلحتك الشخصيه. يعني ما حدش قال لك وافق او زق مع بيراميدز ان هو ياجل مباراته في الدوري وعلى اساسه يتاجل مباراتك انت، ونخش بقى في قصه تانية اساسا غير بس بتاعه تأييد زيزو قبل كاس العالم للانديه. ما حدش قال كده، وما حدش يقدر يطلب من كده جماهير النادي الاهلي يبقى احنا كده ما بنحبش النادي الاهلي، لان احنا كده بنطلب منك تعمل حاجه هتخسرك انت، فاكيد مش هنطلب ده. لكن في نفس الوقت ما بقاش انت الناس دي طالعه بقى لها كام سنه كل ما احنا يتاجل لنا حاجه او يحصل حاجه في صالح النادي الاهلي والفرق التانية تبقى معترضه نقول لهم ده احنا ممثلين مصر ولازم تساندونا ولازم 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 ولازم. ودلوقتي لما هو بيطالب بحاجه هو شايفها من حقه وانت شايفها مش من حقك، زي ما هو ساعتها برضو كان شايفها مش من حقك، فدلوقتي بقى حضرتك طالع تقول له لا اصل انت مش من حقك تعمل حاجه زي كده، وانت بتمثل، انت ممثل مصر بس لنفسك لجماهير بيراميدز.
يا جماعه اصلا جماهير بيراميدز ايه ده مبدئيا؟ يعني انا الكلام ده سمعته على فكره من ناس تاني، زي ما بقول بسميهم الاعلام الاهلاوي، اللي هو ناس مقدمين بقى محتوى، عايز تسميهم اللي انت عايز تسميه. انا شرحت القصه دي قبل كده عشان ما اقعدش احرق فيها كتير بقى. تمام. بيتكلم دلوقتي بمبدا ان لا، بيراميدز ده بيمثل نفسه. يعني حضرتك طالع بقالك سنتين ولا 3 سنين بتدي دروس في الاخلاق لجماهير الفرق المنافسه واعلام الفرق المنافسه وكوادر الفرق المنافسه عن ان الاهلي ده الوحيد اللي مشرف مصر بره. وانت كشخصيه البطل، حتى كشخصيه البطل، انا هرجع اتكلم تاني بشخصيه النادي الاهلي، والمفروض ليه احنا نبقى مختلفين اساسا وجماهيرنا مختلفه. امال احنا دايما بنقول ليه ان احنا احسن جمهور واحسن نادي واعظم نادي في الكون؟ ما هي مش بطولات بس، ما هي منظومه متكامله احسن من اي حاجه تانية حواليها. زي ما اتريقنا برضه على الزملكاويه ان هم قفشوا على اعلان اتصالات، فانت كمان لازم تبقى مختلف. انا ما بتكلمش انت قفشت على الاعلان، بس بتكلم على مبدا ان انت ما تجيش دلوقتي تقول اصل لا بيراميدز مش من حقه يطلب. لا، هو من حقه يطلب زي ما انت كان من حقك تطلب كنادي. يتعمل له ما يتعملوش دي قصه اخرى، انت بقى تسنده ما تسندوش دي قصه اخرى. طب ما انت ساندت الاسماعيلي في ان هو ما يهبطش، مش الاسماعيلي تحديدا، بس انت ساندت ان الهبوط يتلغي. واحنا المفروض اصلا بنحاول نلحق الدوري، بدل ما هو كان راح في 60 داهيه بقاله كام سنه، وبنحاول نعمل موسم ولا 2 استثنائيين عشان نرجع تاني نلعب دوري طبيعي. ما نبقاش بنخلص بعد العالم كله بشهرين، فجايين اهو نعكها تاني ونزود فرقتين اصلا على الدوري، ولا مش عارف كام فرقه على الدوري. طب وليه يعني؟ لمصلحه مين ده بيحصل؟ لمصلحه مين؟ وانت ساندت عشان ما كانش ضدك. فما تقولش ان النوادي مش من حقها تطلب. لا، النوادي من حقها تطلب. انت من حقك بقى تساند في اللي انت شايفه مش هيضرك، وما تساندش في اللي انت مش شايفه مش هيضرك. لكن بيراميدز دلوقتي هو ممثل مصر في بطوله افريقيا. ولو انت كجمهور النادي الاهلي او انت كشخص اهلاوي بتتفرج عليه دلوقتي واتحزقتك قوي الجمله دي، فانت المفروض كنت تستنى، او انت لو كنت عايز ده ما يبقاش بيراميدز مكانه وده كان مكانك انت ومتضايق قوي ومغلول، فكان المفروض فريقك انت اللي يبقى موجود. اكسب بيراميدز انت في النهائي، مش تتمنى خسارته كفريق مصري في النهائي وانت مش في البطوله خلاص. ما انت اللي خرجت فما بقتش منافس، فمن حقك ان انت تامل لاي فرق مصري تاني التوفيق في اي في بطوله انت مش فيها، هترفع اسم مصر. فده ما يضايقش، ده ما يضايقش. وبصراحه وده اللي انا شايفه، احنا كجمهور النادي الاهلي المفروض طبعا نبقى مختلفين عن اي حد. ما بقاش انا فعلا بعلم الناس الادب والاخلاق واجي انا اخيب. يبقى انا الفرق بيني وبينه ايه؟ ان انا فريق بيكسب بطولات، يبقى ما نقعدش بقى نقول اصل احنا الجمهور مختلف ولا مش مختلف، واقعد بقى اغير كلامي. يا جماعه تاني اهو للمره المليون، حب النادي الاهلي وان تمني دايما الاحسن النادي الاهلي مش بشرط عدم المهنيه والتدليس. انت ينفع تبقى مهني وما بتدلسش وبتحب النادي الاهلي، لكن ما تبقاش كلامك عكس بعضه وموقفك مش مفهوم وتفضل تعلم في اخلاق وانت اصلا بلا اخلاق. فده شيء غريب جدا بصراحه. وانا مش شايف، يعني انا بصراحه للامانه انا ما ممثلش اي فئه من جماهير النادي الاهلي بتفكر بالطريقه دي، بطريقه ان انا دايما اعظم نادي في الكون. ودي شفتها النهارده، ان حد شايف ان كلمه اعظم نادي في الكون ان احنا فوق اي حاجه. لا يا فندم، احنا اعظم نادي بيكون ببطولاتك، بجمهورك، بشخصيتك، بلعيبتك، بمجلس ادارتك، باحترامك، مش بعدم احترامك للمنظومه وانك اعلى من القانون واعلى من مش عارفه ايه واعلى من ايه. لا، انت فاهم الجمله غلط. لان العظمه لله، فهي مش بلوي الدراع. انت عظيم عشان انت محترم ومنظومه تشرف، مش عظيم بانك مفتري وتقدر تعمل اي حاجه وتلوي دراع القانون انا ما بقولش ان الاهلي بيعمل كده، بس انا بتكلم على الجماهير اللي فاكره ان معنى كلمه اعظم نادي ان انا فوق اي حاجه، انا بيتعمل لي اي حاجه ولا انا عايزه ورجلي فوق رقبه الكل. لا يا باشا، انت لو ده تفكيرك روح اتعالج والله العظيم بجد، اصل ده مش طبيعي يعني. يا ريت يا جماعه نسلك ونفهم معنى ان انا واقف في ظهر فريقي، وقفاني في ظهر فريقي ممكن يتعمل بكل احترام، بان انا ساند فريقي في كل قراراته. انا ما ساندتش في ساعه ازمه القمه، وزي ما قلت لان انا اتقال لي الماتش هيتعاد، انا اعترضت لان انا شايف الماتش مش هيتعاد، وقلت لو اتعاد انا هطلع اعتذر واقول انا كنت غلطان وجهه نظري غلطان. ده الطبيعي وده الاخلاق، ده اللي اتعودنا عليه، دي التربيه. تمام. فانا ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اعترف بخطئي في حاجه، لكن ما نحولش الامر بقى دلوقتي، لان اصلا الموضوع كان ان احنا عايزين نخصم 3 نقاط، والكلام بقى يبدا يكتر في قصه اصل احنا شفتوا الاهلي ضحى ب3 نقاط عشان بس يصلح المنظومه الكرويه. هي فين انت شايف اي تغيير؟ هو انتوا مش لسه كنتوا بتتكلموا عن الحكام في ماتش بيراميدز الاخير وماتش الزمالك الاخير؟ انا مش فاهم، يبقى ايه اللي اتصلح؟ ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي سيادتك شفته حصل مختلف؟ ايه فضحت ايه غلط في المنظومه؟
واصلا كلمه هو بيراميدز طالع يفضحني عند ولا طالع يقف ضدي واخد الزمالك في ايده، انت اصلا متضايق من الحته دي ليه؟ هو يا فندم مش في لوائح وقوانين؟ طب ما يطلع هو يعني ما يطالب، ان هو شايف ان ليه حق في حاجه فما يطالب. ما احنا قلنا كمان من حقنا ان احنا نطالب. هو ما عادش دعبس في ورق ولا قالك مصيبه فطالع يفضحك بيها. هي دي قصه معروفه وبيراميدز اتصرف فيها. ما هو اصل يعني يا جماعه لو اتخصم 3 نقاط وبيراميدز كسب الماتش اللي جاي والاهلي كسب الماتش اللي جاي، يبقى بيراميدز لو ال3 نقاط اتخصموا بقى هو بطل الدوري. فهو طبيعي يطالب بحاجه زي كده. ليه حق فيها مش ليه حق فيها مش انا وانت اللي نقوله. لان بصوا بقى يا جماعه، اللوائح اتفسرت الفتره اللي فاتت دي على كيفك. كل قناه بتجيب خبير لوائح وكل واحد يطلع يقول لك اصل هم خدوا بند القوانين الطارئه، وحد يقول لك لا ده اصلا الانسحاب السنه دي ما فيهوش الثلاثه، ما فيهوش السته، ده فيه الثلاثه بس. واحد يقول لك ده اللائحه اتغيرت، واحد يقول لك اللائحه ما اتغيرتش، وكلهم خبراء وكلهم فاهمين وكلهم عارفين القصه هتنتهي ازاي، ومحدش فاهم اي حاجه خالص بقى. انا في الاخر مش مصلح اجتماعي ومش عايش في المدينه الفاضله. اللي عايز يعمل حاجه يعملها واللي عايز يقول حاجه يقولها، انا ده مش فارق معايا. بس انا مش هطلع ادلس عشان في ناس تانية عايزه تطلع تدلس وعايزه تبقى مش مهنيين وعايزين يطلعوا يقولوا ان النادي الاهلي بيبقى ليه حق في كل حاجه، بس النادي بقيه النوادي كلها مالهاش حق في اي حاجه. واحنا ممثلين مصر لما نبقى احنا موجودين. على فكره شفتوا ده احنا وصلنا لايه؟ يعني ده الكلام اللي احنا كنا بنتريق بيه على الزمالك، ان هم لما كانوا بيوصلوا كانوا بيقولوا لنفسهم ان هم ممثلين مصر، بس كانوا بيقولوا علينا مش ممثلين. دلوقتي ما احنا مش موجودين وبيراميدز موجود بنقول عليهم مش ممثلين، بس احنا كنا ممثلين مصر. عيب يا جماعه، عيب لما نفضل نغلط في الناس دي، تمام، ونعلمهم الادب ونقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط، واجي انا اعمل قله الادب واقول لهم اصل انا اعظم نادي في الكون. اعظم نادي باحترامك. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.